انا عندي مشكله كبيره جدا في الامتحانات، وهي اني كنت في فتره من الفترات كنت بطول جدا في الامتحان، باخد وقت كبير جدا لدرجه ان انا بزنق نفسي في اخر الامتحان وناس تانية بتسلم من نص الوقت اصلا. والفكره في الموضوع ده ان انا كنت براجع مره واثنين وثلاثه. يعني في مثال مثلا ان احنا بنحل دلوقتي في الامتحانات بتاعتنا مثلا بتبقى ام سي كيو مع برضو يعني اسئله مقالي بعد حوار ال 50% اسئله مقالي ده. الجوله اللي احنا بنقلها بتاعت الام سي كيو بتبقى ببابل شيت. انا بقى بحل الاختياري الاول في الورقه نفسها، وبعد كده بنقلها بالرصاص في الورقه بتاعت البابل شيت، بعد كده بعلم بالجف عليها وانا بقيس بالمسطره كده عشان ما يحصلش غلطات ولا حاجه، وبعد كده ارجع بقى ااكد ان انا عملت صح. يعني راجع من هنا راجع من هنا، يعني من الورقه الاساسيه ومن ورقه البابل شيت عشان اتاكد ان انا عامل كل حاجه صح. فكان كل ده بياخد دايما من وقتي وبيخليني دايما اتاخر في اللجنه، لدرجه ان في واحد من المراقبين كان دايما كل لما يخش اللجنه ويلاقيني يتضايق. يعني كل ما يشوفني في امتحان يقول لي يا عم انجز وخلص حالك بدري زي ما كل الناس بتخلص. هو عارف ان انا مش هغش ومش مستني انا اغش، بس هو عارف ان انا بطول في الامتحان وبقعده لغايه اخر اللجنه، بس في الاخير يعني ما باخدش حاجه زياده عن حقي، ده وقت انا. المهم في مره من المرات بعد ما اخرت زمايلي كده كانوا بيستنوني عشان نروح كلنا مع بعض، يعني طلعت من اللجنه متاخر كالعاده، رحت وقفت معاهم يعني بنتكلم شويه، مش بنراجع لان ما بحبش اراجع، بس واقفين بنتكلم شويه عشان نركب ونمشي. صاحبي قال لي يا اسطى هو انت بتطول قوي كده ليه؟ والله ان انا بعمل كذا وكذا وكذا وبقعد اراجع كتير وكده. قال لي يا عم انا اول ما بخش الامتحان بقابل السؤال باجبه مره ما برجعلوش تاني، خلاص السؤال بيقابلني بحط الاجابه ما براجعش فيها تاني، خلاص خلصت. اخري يعني يوم ما هراجع هتاكد بس ان انا عامل الاجابات وخلاص كده مره وخلاص، يجي نص الوقت اسلم وانزل، ما بفكرش مرتين، هو الموضوع الاجابه بتتحط زي ما هي خلصت. طبعا انت ممكن تكون عندك ناس كتير نفس النوعيه دي ونفس التفكير ده، تكون انت نفسك نفس التفكير ده. حابب اقول لك يا باشا ان انا في الاول كنت فاكر الموضوع ده عادي، ولكن الناس اللي من نفس النوعيه دي اللي بس مش بتفكر كتير في الاجابات بتاعتها في الامتحان، لا دي ناس ممكن ما تكونش بتفكر في معتقداتها وفي المعلومات اللي عندها اللي راسخه عندها بقالها سنين، عايشه حياتها بنفس الافكار ونفس المعتقدات ومش بتفكر فيها مرتين، ومجرد بس اعاده التفكير في المعتقدات دي كفيل يغير حياتهم. تقول لي يا عم يوسف ما تافورش، يعني ده مجرد امتحان يعني مش حوار. اقول لك يا باشا امال انا جاي اكلمك في ما لو موضوع عادي كده ما كنتش عملت فيديو اصلا. انا جاي اكلمك النهارده عن كتاب ثينك اجين اعد التفكير للكاتب ادم جرانت. بيناقش معلومه بسيطه جدا وهي فكره ان انت تعيد التفكير في كل حاجه انت بتعملها، اختياراتك، في معتقداتك، في معلوماتك، كل الحاجات دي. وناقش برضو المثال بتاع الامتحانات ده، طلبه معظمهم مش بيعيدوا التفكير في الاسئله اللي بيحلوها. كان بيتكلم ان مجموعه من الاخصائيين عملوا مراجعه ل 33 بحث، مش عملوهم لا عملوا مراجعه عليهم، وجدوا ان في ال 33 بحث دول هو تقريبا 3/4 الطلبه لما بيرجعوا يفكروا في سؤال معين، يعني قابلهم سؤال وشكوا ان هم عاملين اجابه غلط ولا حاجه، قال لك 3/4 بيبقوا فاكرين ده مش طلع حقيقي، لا هم بيبقوا فاكرين ان هم لما يغيروا السؤال هيغيروه من الصح للغلط. خلي بالك هو مش لما يغيروا يطلع من الصح للغلط، لا هو بس بيفتكر انه لما يغيروا هيطلع من الصح للغلط. فكره ان الاجابه الاولانيه دي بتبقى الصح، وان انا لما اغيرها في الاغلب هغيرها للاجابه الغلط، رغم ان في ناس منهم ممكن تغيرها فعلا. عشان يجي مجموعه من الاخصائيين النفسيين ويعملوا دراسه على 1500 ورقه امتحان كانوا بيراجعوا فيها يعني التعديلات، اللي هو واحد مثلا في الامتحان عدل من نقطه لنقطه ثانيه، مثلا في بابل شيت كان مغير الدايره بتاعته لدايره ثانيه. يعني بقى ان هم لقوا ان ربع الطلبه تقريبا بيغيروا اجاباتهم من الصح للغلط، ربع الطلبه. 50% تقريبا نص الطلبه بيغيروها من الغلط للصح. خدت انت بالك معايا من الموضوع ده ان نص الطلبه تقريبا لما بييجوا يغيروا السؤال بيغيروه من الغلط للصح، انما الربع بس هم اللي بيغيروه من الصح للغلط. تقول لي طب الربع الباقي يا يوسف؟ اقول لك لا دول الازاز دول بيغيروه من الغلط للغلط، اللي هو على الله حكايتهم خالص، يعني ربنا معاهم. عايزك بس تركز بس في في شويه النسب اللي احنا قلناهم دول. في الاول لما تيجي تاخد قرار ان هي تغير الاجابه بتاعتها بتبقى فاكره ان هي في الاغلب هتغيرها من الصح للغلط، عندهم اعتقاد، بيبقى عندهم خوف ان هم دايما هيتخذوا القرار الخطا في المره الثانيه، فممكن اغلبهم زي صاحبنا كده ما بيغيرهاش اصلا، بيسيبها زي ما هي، بيحل من اول مره وما بيعيدش التفكير في الموضوع، لانه حاسس عنده احساس كده ان هو دايما هيغيرها من الصح للغلط. بل وانه فعليا بقى لما بيغير اجابته 50% بتبقى الاجابه دي من الغلط للصح، و25% تقريبا بتبقى من الصح للغلط. يعني النسبه الاكبر ان انت بتتخذ القرار الصح في النهايه لما تعيد التفكير في قراراتك. وادم جرانت بقى بياخد المثال الصغير ده اللي هو مثال الامتحانات ويبدا يطبقه لك على مستوى اكبر واوسع، وهو فكره المعتقدات اللي راسخه معانا على مدار السنين والقرارات اللي احنا بناخدها في حياتنا. برضه يا عم يوسف لا انا حاسس ان انت مأفور الموضوع شويه، الموضوع مش للدرجات دي، ده يعني مجرد اسئله في امتحان يعني مش حوار. احب اقول لك يا معلم ان احنا كلنا فاكرين ان الاسعار في يوم من الايام هتنزل وهتبقى قليله، والحقيقه ان الاسعار كل يوم بتغلى نتيجه التضخم. كلنا فاكرين ان الدواء والعلاج هيبقى في يوم من الايام ببلاش، رغم ان كل يوم بيخترعوا ادويه جديده باسعار اعلى وعمر الدواء ما بيرخص. كلنا فاكرين ان ثانويه عامه هي نهايه العالم وان ده مصير حياتي. كلنا فاكرين ان طب وهندسه هم كليات القمه واللي من بعدهم ولا اي حاجه، رغم ان في ناس بتخش
كليات زي تجاره واداب وحقوق بيشتغلوا منها وبيكسبوا كويس جدا احسن من ناس تانية كتير، مش مقياس يعني. كلنا فاكرين ان الايفون هو افضل جهاز موجود في الوقت الحالي، رغم ان بعيدا عن الكاميرا مفيش منافسه في الحته دي، لا في مشاكل كتير في الايفون وفي اجهزه تانية كتير ممكن تستخدمها واحسن من الايفون. كلنا عندنا ثوابت ومعتقدات راسخه في دماغنا وما بتتغيرش، بس لو قعدنا التفكير فيها شويه ممكن تفرق في حياتنا كلها، ممكن تغير حياتنا وممكن تنقذ حياتنا. خلينا اديك مثال عشان برضو اثبت لك ان انا مش بافور وان الموضوع بجد. المثال ده عن قصه بسيطه جدا كان عاده التفكير فيها هو سبب في صعود الايفون. قبل وجود الايفون كان اللي مكتسح الساحه ساعتها هو البلاك بيري. مش هندي تفاصيل كتير قوي عن البلاك بيري عشان ممكن يعني اعمل حلقه في المستقبل عن الموضوع ده، فلو انت عايز ان انا اتكلم عن الموضوع برضو اكتب لي تحت في الكومنتات. البلاك بيري ده كان هو ايه اللي كل الناس بتستخدمه، ده اللي انتشار واسع جدا وكان يعتبر اول تليفون ذكي الناس كتير بتستخدمه ومنتشر ما بين الناس، غير بقى ورؤساء ويعني ناس كتير جدا. من الرئيس اوباما ساعتها كان مجنون بالبلاك بيري. البلاك بيري ساعتها كانت الميزه الموجوده فيه هي فكره الكيبورد اللي محطوطه فيه. الميزه فيه ان انت كنت تقدر تبعت رسائل للناس وتتواصل معاهم على الاس ام اس او البي بي ام. طبعا الاجيال الجديده اللي زي يعني ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، فيعني زي ما قلت لك هبقى اشرح لكم في فيديو البلاك بيري، اكتب لي تحت في الكومنتات. كان الجهاز ده اختراع كده بالنسبه للناس. ففي شركه ابل المهندسين كانوا مقررين ان هم احنا عايزين نعمل حاجه برضو يعني ايه تنافس موضوع البلاك بيري ده. بس ستيف جوبز ما كانش اصلا عايز يخش يعني سوق التليفونات خالص، سوق المحمول ده ما كانش عايز يخشه اصلا. اكتر فكره بتزعجه في موضوع التليفون ده هو فكره السوفت وير، واحنا ازاي هنحط سوفت وير وهنعمل ابلكيشنز على الموبايل ونخلي الموبايل يشيل كل الحاجات ديت. الموبايل معاه اصلا اللي كان بيستخدمه لما كان بيهنج منه شويه كان بيمسكه يحدفه كده من كتر الزهق، اللي هو يعني ايه ده مش عايز الجهاز ده، ايه الحاجه المعقده دي اصلا، ازاي هنحط كل ده في جهاز وهيشتغل من غير ما يهنج. الفكره ان المهندسين لما عرضوا عليه فكره الايفون قالوا اصلا ان هم هيشيلوا الكيبورد ده تماما وهيبقى بس بالتاتش كده باللمس. كان معترض تماما على الفكره، والفكره زي ما قلت لك كانت في السوفت وير اللي هو ازاي هنحط كل ده في جهاز، كمان عايزين نعمل ابلكيشن. وابل ساعتها كانت واقفه على اعظم جهاز اخترعوه في الوقت ده كان الايبود. الايبود ده معلم اللي هو جهاز بيحملوا فيه اغاني ويمسكها بقى ايه يسمع فيه اغاني ويحط فيه السماعات ويمشي عادي كده زي الفل. انت زي ما بتسمع الاغاني كده على الموبايل، لا هو بقى بيسمعها على الايبود، حامل الاغاني اللي هو عايزها ويمشي بيها كده عادي يعني. وده كان اكتشاف يعني اللي هو لو حد كان عايز يسمع اغاني في الشارع كان مثلا بيمشي بقى مشغل الاغاني كده يسمع كل الناس كانت بتقول لك ان هو بيجيبوا الكاسيت ويمشوا بيه، يعني مش فاهم يعني ايه التانيك ماشي بالكاسيت كده عشان تسمع اغاني. المهم ان المهندسين اصروا ان هم يعرضوا الفكره تاني على ستيف جوبز، وخاصه ان بلاك بيري كانت مكتسحه السوق ساعتها. يعني الفكره اللي اقنعوه بيها بقى المره دي هي مش فكره احنا ازاي هنحط السوفت وير ده كله بالابلكيشنز على الموبايل ده، هي فكره ان احنا هنغير من حياه الناس، هنخلي كل حاجه الشخص ممكن يستخدمها بدل ما يستخدمها في اكتر من جهاز لا هنستخدمها في جهاز واحد بس. يعني مثلا مراسله اي حد او انت تبعت رسائل لحد، في جهاز زمان اسمه البيجر ده كان بيبعتوا بيه برضو يعني في فيديو بلاك بيري، لما نعمل فيديو بلاك بيري اشرح كل الكلام ده برضو. المهم يعني كان زي جهاز كده زي الواتساب، بدايه الواتساب كده بس كان في جهاز لوحده. هنعمل خاصيه للمراسله في الجهاز بتاع الايفون. الايبود هنعمل خاصيه في الايفون برضو ان هي تقدر تسمع اغاني وتسمع كل حاجه. ابلكيشنز وتطبيقات هنحطها كلها على الايفون. بقى فيسبوك بقى والدنيا دي ظهرت من زمان فهنحطها برضو على الايفون. دي الفكره اللي اقنعوا بيها ستيف جوبز. راجل لما اعاد التفكير بس في الموضوع ده، اعاد التفكير وقال لك طب والله ماشي فكره تعالى نجرب ويلا نعمل، نزل بالجهاز اللي اكتسح الدنيا. مش في بدايته ولكن مع الوقت تبعيه بدات تنتشر ما بين الناس، بدا البلاك بيري ينزل. الدرجه اللي احنا وصلنا لها في الوقت الحالي اللي انت ما تعرفش ايه البلاك بيري ده اصلا وما تعرفش مين اللي اخترعه، بس تعرف الايفون وتعرف مين ستيف جوبز وتعرف كل الدنيا دي كلها وتعرف ان ده من افضل الاجهزه، بل ان هو وصل يبقى طبقه اجتماعيه. يعني انت معاك ايفون ده معناه ان انت معاك فلوس. بس اعاده التفكير في موضوع زي ده خلى شركه كامله تنهار بالمخترع بتاعها اللي كان مكتسح السوق، شركه تانية تتصدر العالم في حاجه هي ما كانتش اصلا مقرره انها تخشها. يعني هم اصلا ما كانوش عايزين يخشوا سوق المحمول، كانوا مكتفين بس ايه بالايبود والحاجات اللي اخترعوها. بس اعاده التفكير خلتهم يتربعوا على عرش الاجهزه المحموله. ففي النهايه يا معلم نصيحتي ليك من الموضوع ده كله مش بس ان انت تعيد التفكير في كل امورك ومعتقداتك، بل تبعد عن 3 شخصيات اتكلم عنهم ادم جرانت. 3 شخصيات دول بيمنعوك اصلا من ان انت تعيد التفكير في كل امورك. رقم 1 شخصيه المدعي العام. طبعا ال3 شخصيات دول بيبقوا موجودين في المحكمه، فانت ايه هحاول افهمك برضو الموضوع ازاي. المدعي العام ده يا معلم هو الشخص اللي دايما يطلق احكام على الافكار اللي بتعرض عليه من غير ما يفكرها او يجربها. حد انت بتروح تقول له على حاجه تقول له يا اسطى اللي انت بتعمله ده مثلا غلط، او جرب ان انت تعمل كذا، او جرب ان انت تستخدم حاجه تانية بدل الحاجه دي. دايما يطلق احكام كده يقول لك يا اسطى انت بتتكلم غلط، يا اسطى انت مش فاهم، يا اسطى انت مش عارف ايه، على طول يدي حكم كده من غير ما يفكر او يجرب. حاول تبعد عن الشخصيه دي. ايش انت الشخصيه دي؟ لا فكر في الحاجه وجربها بنفسك. تاني شخصيه معانا هي شخصيه محامي الدفاع. محامي الدفاع دايما في المحكمه هو الشخص اللي بيدافع عن الشخص المذنب. واحد قتل مثلا فهم بيوكلوا له محامي الدفاع ان هو يحاول يقنع الناس بان الشخص اللي معاهم ده بريء. هو بيتبنى فكره ان الشخص ده بريء، يحاول يقنع بها الناس. هو ده نفس الموضوع بالظبط. انت بيبقى عندك فكره في دماغك
عندك ثابته راسخه، معتقد موجود عندك مش متغير، تقعد تحاول تقنع الناس بين الافكار اللي عندك دي دايما صح، ان الفكره اللي انت بتقولها دي صح في صح مطلق، يعني ما فيهاش مناقشه. بس لو انت بس قعدت التفكير في الموضوع او سمحت لنفسك ان انت تفكر فيه تاني، لا ممكن يكون غلط وممكن ياثر في حياتك عامه. رقم 3 الشخصيه السياسيه. الشخصيه السياسيه دي يا معلم اللي هي دايما بترجح الافكار بتاعتها بناء على ان ناس كتير عندهم نفس الفكره، يعني ناس كتير شايفه ان الكليه كذا هي افضل كليه في الوقت الحالي، فاذا خلاص الناس دي موافقه نفس الراي بتاعي، فاذا الراي بتاعي صح. واحد مثلا بيحل معاك سؤال والسؤال بتاعه قال اجابته كذا، وانت ومعظم صحابك اجابتكم اجابه معينه، اكيد مش كل دول غلط وصاحبك هو اللي صح. هي دي الفكره اللي انت بتتبناها كشخص سياسي، تقول الناس دي كلها هتطلع غلط وانت هتطلع صح يعني. فلازم تبعد عن الشخصيه دي، ما تكونش الشخص السياسي اللي هو بياخد نفس الناس كلها الاغلبيه رايحه فين روح معاهم لان في الاغلب هم يطلعوا صح. لا عادي يعني، فكر في الموضوع تاني، عدي على دماغك. فانت تستخلص من الموضوع ده كله يا معلم ان انت لازم تعيد التفكير في معتقداتك، كل الافكار اللي عندك تبقى شكاك، ولكن دايما تبدا تمنطقها كده واحده واحده. ما ينفعش تبقى ماشي تقول انا هسمع كلام ابويا وامي بس، لا ما هو الناس والخبرات انت تاخدها من التعامل والتجارب بتاعت الناس، ممكن ابوك وامك ما عدوش بالتجارب دي، هتستفيد منها برضو فتسمع من الناس. وما ينفعش تقول انا هسمع من الناس بس ومش هسمع من ابويا وامي، لا ابوك وامك دايما بينصحوك عشان مصلحتك، عشان الحاجه اللي انت عايزها، فلازم تسمع لهم. زي ما الناس هتنصحك عشان عايزه تفيدك، في ناس عايزه تضرك. مش دايما تقول انا هسمع كلام نفسي بس، هسمع كلام ارائي بس، لانك في الاغلب بتبقى ارائك انانيه وممكن ما عندهاش الخبره الكافيه ان انت تنصح نفسك النصيحه اللي تنفعك. اذا انت بتسمع من الناس كلها، بتسمع من ابوك وامك، بتسمع من الناس، بتسمع اراء نفسك، بفكر مع نفسك وتحاول تمنطق الافكار دي وتشوف هل هي صح ولا لا او هتنفع ولا لا. برضو حتى ممكن تجرب حاجه وتطلع غلط، ده بيديك الخبره، التجربه نفسها بتديك الخبره. وبس يا معلم، هو ده كان كل كلامي في الفيديو ده. اتمنى انت تكون استفدت من الفيديو ده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات اللي منزلها. واسمع اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.